في حارة صغيرة وليل ساكن كانت الحياة ماشية ببطء. كان في راجل بسيط عمره ما اشتكى من حاجة، دايما بيحمد ربنا على كل عطاياه. وش عم برقوق كان مليان تجاعيد، بس مليان طيبة أكتر. الدنيا ما تسواش زعل يا برقوق، المهم الواحد يفضل طيب. عم برقوق كان لابس جزمة قديمة، لكنها كانت أحسن شاهد ليه على سنين من التعب. يا ريت الشباب يفضلوا مبسوطين كده على طول. لما كان بيشوف الشباب كان بيبتسم ابتسامة رضا، كأن الزمن مقدرش يغير قلبه. حتى القطط الغلابة كان ليها نصيب من خيره. اتفضل يا صاحب النصيب، حتى انت ربنا كاتب لك رزق. برغم ظهره المنحني من الزمن، بس كان بيوطي يشاركهم اللقمة. وفي عز الليل عينيه وقعت على حاجة غريبة، حاجة عمره ما شافها قبل كده. شنطة متخبية وسط الزبالة، تقيلة قوي مش زي أي شنطة. ايه الشنطة دي؟ يا ترى فيها ايه؟ حس بيها إنها مختلفة، وقلبه كان عمال بيدق أسرع. عم برقوق إيده كانت بتترعش وهو بيفك الحبل، حاجة ولا في الخيال. وفجأة نور ذهبي ملى المكان. إيه اللي بيحصل ده؟ فلوس وذهب، حاجة ما شافهاش في حياته، ولا كأنها حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. عم برقوق قعد على الرصيف مذهول، مش عارف يصدق عينيه. تخيل نفسه لابس جلابية بيضة نظيفة، قاعد بيشرب شاي، نايم مرتاح في سرير نظيف. أحلامه كانت بسيطة زي أي طفل صغير. بص لإيده التعبانة وقال لنفسه: انا تعبت كتير، بس انا مش عايز غير رضاك يا رب. قعد يفكر كتير، هيعمل إيه بالفلوس وهيتصرف إزاي؟ تفتكر لو كنت مكانه هتعمل إيه؟ عم برقوق قضى الليل كله يحط فلوس قدام بيوت الناس المحتاجين. ومع أول ضوء نهار عم برقوق خد الشنطة ومشي ناحية دار أيتام. ولما وصل دار الأيتام المشرفين كانوا بيبصوا ليه باستغراب، مين ده وجاي يعمل إيه هنا؟ دخل وقابل المدير وحط الشنطة قدامه، ولما المدير فتح الشنطة وشاف الفلوس والذهب اتصدم. الفلوس دي مش ليا، كفاية عليا دعوة حلوة. عم برقوق سلم الشنطة للمدير ومشي، خرج من دار الأيتام، ولكن كان سايب وراه أثر كبير. الأولاد لبسوا هدوم وجزم جديدة وقعدوا يجروا ويفرحوا. المشهد ده كان بالدنيا وما فيها، وكان في بنت صغيرة جميلة حضن عروستها الجديدة كأنها ملاك. عم برقوق بتصرفه رجع السعادة على وشوش الولاد والبنات، وكان الأطفال لما يشوفوا عم برقوق يقولوا هو ده اللي غير حياتنا. ورجع عم برقوق لشغله بنفس البساطة، ما كانش عايز حاجة من الدنيا غير ابتسامة رضا. تفتكر كام واحد في حياتك لو لقى شنطة ممكن يعمل زيه؟ تفتكر انت ممكن تعمل زي عم برقوق؟ ما تنسوش يا أصحابي تعملوا إعجاب ومشاركة وتدوسوا زرار المتابعة عشان تشوفوا باقي القصص.